والله لو حسام حسن انا كنت عايزه يتغلبوا 12 بس عشان خاطر المصريين، بس كسبان 2-0. حسام عبد المجيد ينزل لان هم بيلعبوا عرضيات، والله ما مدرس، انما كل فكره بردك في زيزو، عايز ينزل زيزو عشان ينجمه، عشان هو اللي قال له مصلحتك في النادي الاهلي، انما حسام عبد المجيد عشان بيلعب في الزمالك، فانا مش عايز انجمه. هو منزل زيزو عشان زيزو جه بمبلغ وقدره، وجات له تعليمات انت اللي جبتوه لنا، انت اللي طلعوا لنا ورجع لنا فلوسنا. الجون اللي اتلغى بتاع زيكو فاول. طب والكرة بتاعت محمد صلاح؟ لا، ما بصراحه ما خدتش بالي منها كويس. انتوا رضا عبد العال عامل لكم خرم في دماغكم. لا 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 بطريقه لا غريبه. لا عشان بيقول الحقيقه. والله لا رضا. عشان دي الحقيقه اللي هو بيقولها. عفت نصار، خالد الغندور، كل الناس دي على مدار البطوله بيلعبوا لكم في الاعدادات بتاعت دماغكم عشان تطلعوا تهاجموا حسام حسن. كسبان 2-0. حسام عبد المجيد ينزل لان هم بيلعبوا عرضيات. انما كل فكره بردك في زيزو، عايز ينزل زيزو عشان ينجمه، عشان هو اللي قال له مصلحتك في النادي الاهلي. ادي هو واخد زيزو عشان خاطر دي مصلحتك في النادي الاهلي. انا شايف ان هو مدرب على قده، وانا مقتنع بالكلام ده كويس، واكبر دليل ان دماغه بتقف لما يكون مضغوط. حسام حسن بيبقى مضغوط وحس ان هو هيخسر، بيقلبها عركه في خماره. وبقولها تاني، معلش انا اسف يعني. الجون اللي اتلغى بتاع زيكو فاول. طب والكرة بتاعت محمد صلاح؟ لا، ما بصراحه ما خدتش بالي منها كويس، بس هو على عامه الكل بقول لك. والله العظيم ما خدت يعني والله ما خدت بالي. محمد صلاح اتضرب 18 انت لازما انت كراجل منتخب. متاكد ان مصر؟ طبعا مشجع منتخب بالله مصر. عليك. والله مش عشان حسام حسن، اقسم بدين الله والله العظيم مش عشان حسام حسن. لو على حسام حسن انا عايزه يتغلبوا 12. والله والله لو حسام حسن انا كنت عايزه يتغلبوا 12 بس عشان خاطر المصريين، بس الناس. انت منين؟ ما انا مصري، بس انا بقول لك عشان خاطر المصريين انا كنت عايزه يكسب، بس انما هو كفكر والله ما مدرب، والله ما مدرب. صدق وتعمل. لا لا اله الا الله. اقسم بالله انتوا رضا عبد العال عامل لكم خرم في دماغكم. لا بطريقه غريبه. لا هو عشان في الاعدادات عشان بيقول الحقيقه. لا عشان بيقول الحقيقه. والله لا عشان دي الحقيقه اللي هو بيقولها. رضا عبد العال بيقول الحقيقه. اسمع خالد، اسمع انا سمعت اهو. بص عشان الواحد رضا عبد العال كم مره اسمع عشان الواحد لا ثواني بس. اسمع كم مره اتكلم وطلع صح. اسمع البيجات اللي هي بتقول احنا بننتمي لنادي الزمالك، وانا واثق ان هم متعصبين من الزملكاويه. ممكن اسالك سؤال؟ اسمه ايه العدل بتاعك؟ اسالك سؤال؟ اسمه عفت نصار، خالد الغندور، كل الناس دي على مدار البطوله بيلعبوا لكم في الاعدادات بتاعت دماغكم عشان تطلعوا تهاجموا حسام حسن. طب انا اسالك سؤال كراجل، انت اهلاوي وانا عارف ان انت اهلاوي. كمل. انا اسالك سؤال، هل زيزو كان ينفع مع المنتخب بعد اللي عمله؟ عمل ايه؟ بعد الاداء اللي اداه في المنتخب، انت كان ينفع ينزل تاني؟ لما الراجل اتصاب، الراجل هيثم حسن اتصاب، نعمل ايه؟ هنزل حسام عبد المجيد، انا راجل كسبان. انا راجل كسبان، قلب بيه كوره، قلب بيه كوره، انما حسام عبد المجيد عشان بيلعب في الزمالك، فانا مش عايز انجمه. يا ابني ينجم ايه؟ ده حاطط حسام عبد المجيد شايط ضربة جزاء المكسب، طب هيعمل لك ايه؟ يا باشا انا بكلمك والله انا عارف بقول لك هينزله ليه؟ يا باشا انا عارف حسام حسن وعارف دماغه. لو هو مش عايز ينجمه هينزله ليه؟ يا باشا هو حسام حسن عايز لعيبه الاهلي ينجمهم، هو منزل زيزو عشان زيزو جه بمبلغ وقدره، وجات له تعليمات انت اللي جبتوه لنا، انت اللي طلعوا لنا ورجع لنا فلوسنا. ايه يا عم اللي انت بقول لك انا عارف بقول لك ايه؟ مين يطلعه؟ مين يجي فلوس؟ ايه الاهلي يعني؟ طبعا شارد حسن. لا طبعا هو هي باينه قوي خالص. شارد على حسام حسن يا باشا بالونه، انت اديتهم بالونه، قال له مصلحتك في النادي الاهلي.